السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسدية بكيكاوية ناشرة نصيحة للنظام القيراني إنه على النظام القيراني أن يعطي الكرد في قيران حكم ذاتي أو استقلال إلى آخره، وما يعادي الأكراد مشان ما يسقط النظام. النظام بإيران بيسقط إذا عاد الأكراد، أما إذا عمل صحبة مع الأكراد وأعطاهم حكم ذاتي ما بيسقط، لا قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالعبركوف. وشو كاتبه إنه هالشي هذا إذا عملته إيران والنظام الإيراني راح يجنب إيران حرب مع الأكراد. لا قريد. السؤال هون يعني ما في غير الأكراد في قيران، ما في غير الفرس في قيران، بعدين حرب مع المسلمين، ما في مسلمين في قيران غيركم، بعدين انتم قصديين بكيكاويين بالنهايه، يعني مالكم مسلمين يعني قريب. وحتى بقلب بعضهم الاكراد جوا ايران ضد بعضهم يعني كاحزاب، يعني خير بككه محل طايهم كالعاده، يعني دكتاتوريه. وفي ناس بقى ثانيين يعني في 3-4 انواع مطايين بعضهم ولا بيحبوا بعضهم ولا بيتفقوا مع بعضهم بالنهايه. كيف بتزبط؟ عم بتزبط يعني قريد. وبعدين عم بتقولي يعني انه هالنظام راح يسقط اذا ساقط وساقط. ليش لا يعملوا صحبه مع الاكراد بالنهايه؟ ما بيحاربون يعني. شيء مسخره. بالفعل هدول دائما بيستغلوا الحروب، الضعف، القلاقل، اي شيء بصير على السريع بيتحشوا حالهم بدهم دولة وبدهم إقليم وبدهم حكم ذاتي وبدهم حماية دولية وفيدرالية وبطيخية قريد. هذول بيستغلوا مثل الطفيليات الصراحة، جماعة البكك بيستغلوا دائما ضعف الدول، الأمراض، بيستغلوا ضعف الجسم، كيف الجراثيم، البكتيريا، فيروسات، طفيليات بتيجي على الجسم لما يضعف تضعف مناعته. هذول نفس الشيء، أي شيء بصير بتحشوا حالهم على السريع، بيستغلوا هالضعف هذا دائما. بحال القوة، بحال الحالة العادية بنلاقيهم ساكتين، آكلين خرا وساكتين كلياتهم هذول. عم نحكي هون عن جماعة قصة البكاكين الصراحة، يعني قريت نفس التفكير، نفس السردية، نفس أكل الخرا، وما بيتغير أبدا. يعني وين ما رحنا وجينا نفس الشيء صراحة، يعني قريت. وبعدين يعني الحروب الداخلية مختلفة عن القصف الخارجي. يعني أمريكا صعب تدخل لجوا، صعب، بدها ناس مرتزقة على الأرض، ما بدها تدفع بجيشها مثل ما صار بالعراق وتخسر ناس ووجع راس بالنهاية. بيجيب ناس من جوا تدفع لهم 100-200 دولار وانتهت الحكاية. أحسن ما تدفع 3-4 آلاف دولار للجندي الأمريكي وتكاليف مو طبيعية. بالنهاية مرتزقة إذا بتصلح فيهم بينتهي. وهذول بيحسبوا حالهم هن الوحيدين الموجودين في العالم كلياتهم، ودائما نفس المظلومية، نفس السردية وأكل الخرا نفسه. تعيين الأحواز محتلين من قبل إيران، فيل بلوش، فيل أزريين، تركمان إلى آخره. شو هيدول ولا شيء بالنسبة لكم؟ لو ما بدهم يتحرروا من إيران من الفرس. قريت. أنتم فاكرين حالكم لحالكم، فكروا بحالكم فقط لا غير. نرجسية مو طبيعية عندكم. وهيدول كلياتهم صراحة من دون غطاء. طبعا بنحكي عن جماعة البككة بهالدول هيدي، من دون غطاء خارجي ولا بيطلع منهم شيء اصلا، ولا قادرين ياخذوا متر من اي ارض، ولا قادرين يوقفوا بمحل اكثر من يوم او ساعه او ساعتين احتمال كمان. هذول حمايه دوليه، تحالف دولي امريكا ممكن يسووا شيء على الارض بمنطقه محدده، اكثر من هيك لا. اما عدا ذلك ولا بيطلع منهم شيء. يسقطون النظام القيراني هذول مستحيل. وإن قالوها معه الا كان بارودة ولا كان شيء. وهدول تفكيرهم بالسلاح اكثر من هيك. ما عندهم جسم سياسي، ما عندهم فكر سياسي ابدا، ما فهمانين بالسياسه الخمسه مطمسه. وهذا اللي شفناه بشرق سوريا. شو سووا بسوريا؟ دمروا المنطقه كلياتها متهالكه، لا بنيه تحتيه، وفوق منا انفاق عم تنهار. يعني حتى بالمجاري ما خرجون. يعني انه قلت من زمان يصير فيهم وزير الصرف الصحي، حتى بالمجاري ما خرجون. يعني الانفاق متهالكه كمان. يعني قريد. هذول خرج يقتلوا فقط لا غير، وتحت حمايه دوليه، اكثر من هيك لا. اما هذول اللي عم تعاولوا عليهم ولا بيطلع منهم شيء بالنهايه. انتم بدكم هالاقليم هذا، وامريكا بدها تسقط النظام كلياته. يعني بدها ناس تنهي النظام وتقعد محله، ما بدها تعطي لفلان علان اقليم وتترك النظام مثل ما هو اذا بدها تنهي. يعني قريد. ما عارفه انه انتم بدكم تستغلوا هالضعف هذا
تصرع وطيز العالم بقى اقليم، وهي منطقتنا، وكل منطقه اذا مر فيها اوجلان ولا فلان وعلان بسووها منطقه من عندكم. طيب دير الزور ولا الرقه شو فيها من عندكم يعني؟ كمان لحد هلا شاملينها بالاقليم تاعكم يعني قريت. واحلى شيء انه هيدي كاتبه قال اي تاخير ما راح يكون في صالح النظام القيراني، وكانه النظام هذا معتمد عليهم للبكك، بيعطيهم اقليم وبتنتهي الحكايه، بيعطي فلان وعلان اقليم وبتنتهي الحكايه، والغرب كله بقى بيتغاضى بقى عن هالنظام هذا اللي هو اصلا النظام الدولي صارف عليه المليارات مشان اسقاطه وتدميره، وكانه الشغله وقفت على جماعه البكك فقط لا غير. عملوا لهم اقليم انتهت الحكايه، لك بالفعل وريد ولا ميمون. وقبل ما انهي بحب اقول مثل ما بقول دائما نصيحه مدام، قبل ما تاكلوا خير على السوشيال ميديا بلكم انه اكل الخرا برمضان بفطر، مشان هيك خذوكم كشخ، نفس الشيخ اللي بقول عنه دائما اللي شخد على كل هالرموز هيدي، خطوه مع الشيخ اللي شخوه على قبره الحافر، سووا منه كوكتيل بيره، كسروا مع الرياع على البطه على الماس على الغنطوس على اكساره، بخور مع ملوخيه وما خنفوا عليها غواري، مشان شو؟ مشان صحتكم، مشان ما يصير عندكم حصر بوب الدماغ او تلبك معوي بالدماغ، لانه دماغ البعض بالفعل مثل امعاء الغيظه او صرماي عتيقه، لا قرد ولا منكي ولا ميمون ولا بالابريكوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حرام من كل قوم والطائف والاديان.